السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الجمال على كل حبايبنا في كل مكان. الفيديو ده يا جماعة هقول لك على أقوى حاجة أنا استخدمتها لزيادة إنتاج البيض. طبعا ديت مهيش أعشاب ولا هي طبعا فيتامينات ولا أملاح معدنية ولا كالسيوم ولا تحديق حتى ولا حاجة خالص. حاجة يا جماعة متوفرة في كل بيوتنا. طبعا احنا يعني بنجهل فوائدها أو إن احنا بننسى إن احنا نستخدمها للطيور عندنا. لو هنستخدمها كل أسبوع مرة، طبعا يا جماعة بتخلي فعلا بتطرد الديدان، وكمان بتتقل عنقود البيض عند النتي ان شاء الله تعالى. حاجه بتخلي الحمام يعني بيزود عنقود البيض فعلا. ولكن بس خلي بالنا من حاجه، يعني ايه بيزود عنقود البيض؟ يعني الحمام هيبيض زي الدجاج كده كل يوم يبيض يجيب حصوايه؟ لا يا جماعه مفيش الكلام ده. ولكن هو هيخلي الحمام يلحم العيش. يعني ايه الحمام يلحم العيش؟ يعني في حمام بيكون معاه زغاليل عمر مثلا 16 يوم 18 يوم، تبص تلاقيه بدأ ان هو يجمع عش تاني، وتبدأ النتاية تحص في العش التاني ده، ويبدأ الذكر يهتم بالزغاليل، وهكذا يبدأ ان الحمام يلحم العش في العش. وده هنا بنقول عليه بيزود عنقود البيض، او نقدر نقول عليه ان حمام منتج، وحمام طبعا انتاجه كويس. في بداية شباب بنصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وندعم الفيديو بلايك نوصله للناس. الفيديو ده صدقوني مهم جدا. طيب خليني بس اقول لك حاجه قبل ما اقول لك المكون ده سريعا. هو احنا يا جماعه الحمام ده موسم الانتاج الحمام ده بيكون امتى؟ طبعا المفروض ان موسم انتاج الحمام ده بيبدا من شهر 11، اول شهر 11 لحد مثلا لحد شهر 6 بيبدا الفتره دي كلها الحمام بينتج، وما شاء الله يبدا يلحم العش في العش وهكذا. وطبعا فتره الصيف ده الحمام بقى بيبدا يقلش فيها، وطبعا بيجدد ريشه وبيجمع عنقود بيض جديد والقصه دي كلها. طيب الحمام يا جماعه او كل الطيور عامه، مش الحمام بس، كل الطيور اللي هي اليمام والحاجات اللي هي بتبقى في الطبيعه دي، بتبص تلاقيها في بدايه شهر 11 بتبص تلاقيها كلها بتضع الحصى. طب ليه يا جماعه ما سالناش نفسنا ليه؟ الوقت ده يا جماعه وقت طبعا حصاد الرز من الاراضي الزراعيه. طبعا يا جماعه الناس اللي في الريف عارفه الكلام اللي انا بقوله ده كويس. وهقول لك دليل كمان على اللي انا بقوله لك دوت، ان الرز فعلا بيتقل عنقود البيض عند الحمام وخصوصا عند النتي. ولكن قبل ما اقول لك الدليل خليني بس سريعا ان انا اقول لك ان الوقت ده فعلا الطيور بتتكاثر فيه، والطيور فعلا بتبدا ان هي جميع الطيور بتضع الحصى في الوقت ده. وبتلاقي عندك احنا بيبدا بقى هنا ايه موسم الانتاج، وخصوصا الناس اللي بتربي حمام سايب فهي عارفه القصه دي. طيب ان في واحد يا جماعه مربي، مش مربي بقى، ده راجل عنده ما شاء الله قول يعني مزرعه حمام، عنده يعني مش عارف اقول لك حوالي 10 ابراج حمام. طبعا قعدت معاه فبقول له انا عندي انتاج البيض ضعيف والحمام عندي مش منتج، وطبعا انا يعني بختبر معلوماته وبشوف الدنيا الناس ديت بتربي ازاي وماشيه معاها الدنيا ازاي. الراجل قال لي الرز الحمام مريح عندك حط له رز ابيض. قلت له يعني ما عليكش ديدان؟ قال لي عالج الديدان واعمل كل الكلام ده، ولكن انت عايز تتقل عنقود البيض عند الحمام فلازم تستخدم الرز الابيض. الرز الابيض يا جماعه فعلا سحر. وكمان لو استخدمت، خلي بالك بقى من المعلومه دي كويس، استخدم الرز الابيض على الملح الطعام. الرز الابيض يا جماعه تستخدمه على ملح الطعام، حط شويه ملح طعام على الرز الابيض، هتلاقي عندك يعني الحمام بيغسل بطن الحمام، وبتبص لو في ديدان او حاجه بتلاقيها نازله في الاخراجات بتاع الحمام، وبيغسل معده الحمام من الداخل. فهنا يبقى انا ضربت عصفورين بحجر واحد، لو انا عايز اقضي على ديدان ولو انا عايز اتقل عنقود البيض عند النوتي. طيب خلينا بقى اقول لك حاجه، يعني الرز الشعير استخدمه الحمام عادي، ولكن الرز الشعير يا جماعه اللي هو الرز لسه بالغلاف بتاعه، عشان بس الناس اللي ايه يعني مش عارفه يعني ايه رز شعير. الرز اللي هو بالغلاف بتاعه. الرز الابيض ده لازم تدخله مكنه طبعا وبتطلع منه الغلاف ده، ويبقى هو ده الرز الابيض، عشان بس في ناس متربيه في الحضر فمش واخده بالها من النقطه دي يعني. حبينا بس نوضحها سريعا كده. في يا جماعه الرز الشعير لما انا بقدمه اثناء وجود الزغاليل فده خلي بالك منه، لان ممكن يخرم معده الزغاليل. كل حاجه لها ايجابيات وسلبيات. الرز الشعير اكله الحمام الكبير عادي ما عندكش اي مشكله، ولما الحمام يكون تحت الزغاليل ماشي، بس بيكون زغاليل فوق يا جماعه ال 20 يوم مفيش مشكله. ولكن الزغاليل تحت ال 20 يوم من 10 ايام ل 20 يوم في الوقت ده يا جماعه ما ينفعش ان انا اقدم فيه الرز الشعير، لان الوقت ده بتبدا ان الاهالي
تخشن في الوقت من 10 ايام ل 20 يوم تقريبا، بتبدا الاهالي تخشن للحمام، فبتديله الرز الشعير، فممكن يخرم معده الزغلول، لان معده الزغلول في الوقت ده بتبقى عامله لسه زي ورقه البفره. خلي بالنا في تقديم الرز يا جماعه، نقدمه بحذر، ولكن لو هتستخدم الرز الابيض استخدمه لو كل 15 يوم مره. انا بقول لك لو كل 15 يوم مره زي ما انا بستخدمه عندي، بنلاقي فرق كبير جدا في الانتاج عندي. هتلاقي الحمام بيلحم العش في العش، هتلاقي صحه الحمام اصلا كويسه، هتلاقي ان الحمام عندك في حيويه وفي نشاط وفي عنده اقبال. بمجرد انت بتحط له الرز الابيض هتلاقي عنده اقبال عليه، لان هو بيبقى عرف الرز الابيض. فانا مش بقول لك حطه بصفه مستمره، بقول لك حطه مره طبعا كل 15 يوم، هتلاقي عندك فرق ان شاء الله تعالى في الانتاج. بتمنى يا شباب يكون الفيديو النهارده عجبكم، نكون نقدم لكم معلومه وعدكم فيها قويه جدا. المره كده اشوفكم على خير، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.